سلام الله عليكم مستمعي قناة كندا لايف ستايل من مونريال كندا. والفرحة ما قدنا فرحة، والله العظيم إلا فرحانين. وخا تعصبنا شي شوية، وكان يعني شي ضغط، واحد الضغط رهيب علينا كمشجعين والمغاربة محبين المغرب، وبغينا الفريق الوطني ديالنا يتأهل. فهنيئا هنيئا، والله إلا فرحتونا، والله إلا غرغرتوا لنا عينينا بالدموع ديال الفرح. فسجل يا تاريخ، أول مغرب عربي مسلم ورابع فريق إفريقي يصل إلى ربع النهائي في كأس العالم مونديال، وأين في بلد عربي شقيق اللي هو قطر. فهنيئا للمغاربة، وهنيئا بالرجال اللي تقاتلوا. كنتوا رجال، كنتوا مقاتلين، كنتوا يعني درتوا كل رغم الإصابات ديال حكيمي والإصابة ديال اللاعبين الآخرين. فشكرا جزيلا، والله إلا فرحتونا بزاف. وبهاد أمطار الخير هذه، هاد الفرحة اللي دامت علينا، بغينا هاد أمطار الخير بحال هاد أمطار الخير اللي كتهطل اليوم في مونريال، بغينا تهطل في المغرب. اللي كيعرف حد عرف 3 سنين دابا ديال الجفاف، والقضية يعني صعيبة وصعبة جدا لأن فيها قلة المياه. رجعوا لهذه الفرحة، والله إلا فرحنا بزاف. فبرافو على والد الركراكي، وبرافو على الجمهور المغربي اللي دار كل ما وسعه باش يحضر لهذا، الرغم يعني محاولة الإقصاء ورغم محاولة احتكار يعني أوراق الدخول وبطاقة الدخول للحضور إلى المقابلة ديال المغرب اللي جمعته مع إسبانيا. فيعني داروا المستحيل. وإذا كان هذا الخبر يعني بالصحيح، بأن أمير قطر تكلف وقال لهم بأن المغاربة يعني يمكن لهم يدخلوا لولوج مباراة كرة القدم يعني غير بجواز السفر. الله أعلم، ما عرفناش من الصحة ديال هذا الخبر ولا لا، لأن تم التداول ديالو في منابر إعلامية، وبالأخص في التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي. المهم إلا كان هذا، فشكرا جزيلا بزاف. وبرافو على الجماهير المغربية اللي ساندت بكل ما لديها من قوة، ومن يعني من جهد، ومن مادي وما هو معنوي، كل يعني تحدوا كل الصعوبات. والناس اللي مشاو كاع من المغرب من أقطار العالم اللي وصلوا غير البارح باش يحضروا لهذه المقابله، اللي وصل غير اليوم من المطار الى الملعب. فهنيئا للمغاربه بهذا التتويج العالمي. يعني شفت في المنابر منصات التواصل الاجتماعي يعني شي واحد نصروا بان المغرب والجزائر اول فريقين عربيين يصلان الى ربع النهائي في كأس العالم. فالمغرب اول يعني فريق عربي يعني وصل ل يعني ثمن النهائي، يعني قالوا ثمن النهائي الجزائر وعليه، ولكن المغرب كان من قبل، لأن في 1986 فمن 1986 الفريق الوطني ظلم عدة مرات، ظلم في 1998 يعني في بكأس العالم فرنسا اللي فازت فيه فرنسا، ظلم من طرف يعني البرازيل والنرويج اللي كانوا عطاوهم يعني المباراة يعني ظلما وعدوانا، واللي قصوا فيها المغرب اللي كان تعادل مع النرويج 2-2 يعني انهزموا كنظن ب3-0 مع البرازيل أو 4، وفاز ب3 على سكون 3-1. ويعني بكينا كما بكينا وتحسرنا لهذه النتيجة. والآن وفي 94 قاموا يعني طبعا في أمريكا قاموا يعني بكل شيء، ولكن ما حالفهمش الحظ، تقصاو من الدور الأول. في شفتوا في روسيا 1998 يعني كان المشكل ديال الفار، كنا يعني ضحايا التحكيم. فيعني عطينا دروس للبرتغال وإيران وإسبانيا، واليوم فرج الله. فبرافو على وليد الركراكي وعلى وليداته وليداتنا كاملين، اللي يعني غامرتي بكل صراحة، حطيتي لهم بلوك في وسط الميدان وفي الدفاع، ولكن غامرتي لأن آخر كرة في مقابلة في الدقيقة 120 كانت ستكون يعني ستار الله كانت ستكون يعني
رصاصة الرحمة يعني. يعني والله الله اللي حفظنا، والله الا حفظ لينا، حفظنا من، لان كانت خطيره، محاولة خطيره يعني، مسات يعني القائم تاع الحارس بونو، واللي تبارك الله عليه. ف جديره بكل صراحه يعني، تعطات كره من طبق من ذهب يعني، وبطريقه كيفاش مشيتي وكان بامكانك غير تضربها الفوق، كره الفوق، ولا تضربها بجد، ولا تكبر يعني لونغل ديالك باش تماركا، ولا تعطيها للزلزولي كان كيعيط لك، كان وراه ما كانش يعني في الشروط يعني. والله ضيعتينا، كنا نعطيهم يعني رصاصة رحمة حنا اول في الشوط الاضافي الاول، ولكن الله يحسن العوان كل شيء مستريسي، كتكون عليهم واحد البريسيون لا تصور، ولكن كان بامكانه يعني انتصروا عليهم في المقابله. فكما قال وليد الركراكي قال لهم حنا عرفنا خلينا لهم كره، بغيناهم يلعبوا كره، ولكن جراونا مزيان في المقابله، جراونا قالك مزيان، وكنا باغيين ما يدخل عندنا حتى شي هدف، ما نقوموا بحتى شي خطا يعني دفاعي اللي يعني اللي غندفعوا عليه الثمن اللي كبير وكبير بزاف. فالان يعني احتفلوا معنا، احنا كنحتفلوا معاكم. انحاء المعمور في العالم كامل، الجاليه المغربيه في العالم كامل كيحتفلوا فرحانين. فبكل صراحه جاو عندي واحد جوج كنديين غير سالات المقابله، جاو عندي في الشغل، جاو عندي واحد جوج كنديين وقالوا لي نقول لك علاش انتصرتوا؟ قلت لي علاش؟ قال لي لان كتلعبوا بقلبكم، قال لي لعبتوا بقلبكم، قال لي لعبتوا بكل ما عطاكم الله من قوه، ولكن لعبتوا بالقلوب ديالكم، لعبتوا من اجل. والله الا قال لي بحق، قال لي انتم فزافي جوي افيك فوت كور. زعما تفاجات لهم، قلت لهم شكرا. قال لي تهاني، هنؤوني، قلت لهم شكرا. ودابا المباراه كنظن يعني وكل الشكر الجزيل للحارس بونو، اللي بكل صراحه في يعني ضربات الحظ يعني كان يعني ندا بندينا، كان يعني عنيدا، واستطاع يعني باش يحبس 3 الكرات. تصوروا 3 كرات بالنسبه لبدر بانون. ولا يهمك الانتصار حليفنا، درتي اللي عليك، عرفت تتحاسب المسؤوليه، اول مره دخلتي وماشي مشكل، لان دوما ضربات الحظ كما كيسموا ضربات الحظ، فيمكن لك تسجل ويمكن لك يعني تخطا. فشوف كاع اللاعبين الاسبانيين اللي خطئوا ما في حتى شي مشكل، هذه الكره لحسن الحظ يعني. الكل حكيمي يعني تغلب على ستريس ديالو، ماركا يعني بكل برود الدم. الاخر زياش هو الاخر يعني بكل برود الدم. صابيري برافو عليه يعني بكل صراحه، كنتو رجاله وفرحتونا والله ما صدقت عيني، لان واحد الوقت يعني كانت عليه واحد ستريس بزاف. مره كيعيطوا عليا خوتنا المغاربه صحابي، ما هضر عليك شتي هادي زقلوها داروا عندك يعني بكل صراحه. يعني شكرا جزيلا لكم، فرحتونا، الله يدوم علينا الافراح وعلى الشعب المغربي وكذلك. فهاد اللحظات يعني الفرحه يعني كتبتوا التاريخ. فكما قال وليد الركراكي قال لهم واحد الكلمه اللي جميله بزاف، قال لهم تصوروا دابا، قال لهم اون دو با فير كيك شوز كون فا روغريتي. قال لهم شوفوا ليكيب ناسيونال، قال لهم ديال 1986، قال لهم ايزون بيردو كونت l'Allemagne. C'est trop tard, ils peuvent plus rejouer le match contre l'Allemagne pour se qualifier au quart de finale. ودابا قال لهم حنا دابا خصنا نكتبوا التاريخ، on doit pas regretter un geste ولا une erreur qu'on va faire، نديروها واحد الخطا كبير اللي نقدروا يعني ندموا عليه حياتنا. هذه هي فرصه العمر يعني، خصنا وفعلا يعني تقاتلوا. كل اللي دخل ياميق في الشوط الثاني، حكيمي يعني امرابط بكل صراحه، سان فغي غيريان فغي كومباتون يعني بكل صراحه. راه واحد الكره حتى هي جبدها، تلقى عليها، كانت واحد الهجوم، واحد الكره بحال دات بينغ بونغ، دات بحال ديال البيا، ضربات ورجعت، هما بحال الكرات الخطيرين اللي كيغفلوا المدافعين، ولكن تلقى لها. برافو عليه، ما عندك ما تسالو يعني. كل ياميق تا وخرج شحال من كره. المزراوي فاش كان لاعب يعني بكل صراحه لعب مزيان. بالنسبه عطيت الله اللاعب ديال الوداد دخل، ولكن هذاك اللاعب اللي دخلوا اسبانيا في الجناح الايمن، ذاك اسمر اللون، وبكل صراحه كان اسرع خطير، كان تي جي في، كان خطير يعني. شحال من كره سرع عليها بزاف، كان اسرع من عطيت الله. ولكن يعني كل الاخوان داروا المجهود، مجهود كبير جدا. وواحد الكره اللي ضحكتني، ف
الزلزولي كانت واحد يعني واحد الكونتر اتاك، هجوم مباغت ديال الفريق المغربي والزلزولي، ومشاو على يعني هذا اللي يعني اللي البيد اللي زقل لينا ضربت في الرجل ديال الحارس ديال اسبانيا. يعني كره عاوتاني طلع بها بوحدو، ما عرف ما يدير بها، ما ضربها ما والو، ما بغى يكروشيهم، زعما بكل صراحه ضيع شي كره ذهبيه خطيره. وشوف واحد الكره بحالها لونغل فيرمي عرفتي، يعني مسدوده مع البرتغال اللي لعبه دابا رابحه سويسرا في الشوط الاول بهدفين الى ما تغيراتش النتيجه. بهدفين ديجا ماركاو جوج، ماركا الاول البيت الاول والثاني ماركاه بالراس بيبي، يعني واحد من يعني من الزاويه، يعني قلعوا كره بزاويه، ودابا رابحين بجوج، رابحين سويسرا. فالادفيرسير البروشان اللي غيكون هو البرتغال، والبرتغال حتى هي كدير واحد البريسيون خطيره، داروا بحال اللعب ديال البرازيل، ان البرازيل شرسين لا الدفاع ولا الهجوم ولا وسط الميدان. شفتوا الفارح مع الفريق ديال كوريا، دخلوا يعني في 6 دقائق ماركاو البيت الاول، يعني في 12 دقيقه ماركاو البيت الثاني، دقيقه 29 ماركاو البيت الثالث، وانتهى اللقاء ب4-1. فتشوفوا شرسين وسريعين. حتى الماتش اللي كانوا لعبوا في 98 المغرب ضد البرازيل، يعني لعبوا بواحد السرعه فارقه، داكشي علاش قضاو على المنتخب المغربي، يعني واحد السرعه فائقه كثير، ولعبوا على الاخطاء والسرعه، بالاخص السرعه. وانما يعني الفريق يعني عندهم فريق الان انا نقدر نقول لك هو المرشح الاول، ماشي حتى فرنسا بكل صراحه، لان فرنسا عندهم الهجوم ولكن الدفاع وسط الميدان شويه فيه ثغرات. ولكن المنتخب البرازيلي عندهم يعني هذا العام يعني ما تعاودش لهم هذه الفرصه الذهبيه ديال نيمار باش يفوز بكاس العالم. ولما لا، المغرب حتى هو في الطريق ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا غير اللعابه ديالنا يعني يرتاحوا يفرحوا اليوم ويرتاحوا يريكيبيريو شويه. انا كنظن الماتش المقبل غيكون ضد البرتغال يوم السبت اظن ولا الجمعه، لان فيه شويه هذا شويه نورمالمون على ما سمعت، لان خصو يكون بروغرامي، يعني اخر لقاء تلعب اليوم خصو تلعب حتى نهار الاحد ولا الاثنين الاسبوع المقبل، فربما يلعبوا هما الاولين. كنظن خاص الارجنتين هي اللي تلعب الاولى، اللي سالا اولى عندنا بدا بشي 3 ايام وما كيرتاحوا، فلا بد من المنتخب المغربي خصو يرتاح. داكشي دابا نشوفوا، ما عرفناش امتى المقابله بالضبط، ما متاكدش من التاريخ. المهم كنتو رجال غديره، اللاعب غديره كما قلت لك، واحد الكره طلع بها بوحدو قدامه جوج مدافعين كروشاهم، ولكن مشات لي كره ما تحكمش فيها. وواحد الكره عاوتاني طلع فيها هو الزلزولي بغى يضرب كره الزلزولي، ضرب رجل الزلزولي طاحوا بجوج، ما فهمنا والو. يعني كاين واحد ارتباك، واحد الوقت كان واحد الارتباك، وحتى الهجومات يعني ما الهجمات السريعه المضاده ما كانتش يعني متقونه بواحد 100%، وبالاخص هذيك اللي واحد الكره بكل صراحه، لان كان خصها تسجل. وبالنسبه للزلزول يعني باقي ما دخلش في المقابلات بكل صراحه، تبارك الله عليه، تقاتل تا هو لعب واحد كوتي ديفونسيف، تقاتل رجع داكشي، ولكن في كوتي يعني اتاك والو الكره ما شدهاش، ما تحكمش فيها، ما عرفش اش يدير بها، ما والو. وبالنسبه لبونو تبارك الله عليك، ولكن كل كرات كان كي يعني فاش كنسونطرهم كان كيعطيهم لهم في الجهه اليسرى، دائما كيعطيهم لهم، كياخذوهم هما، كانت عندهم مبادره الفريق الاسباني. ومن بعد تحت يعني التوش، يعني اللمسات فاش كنلوحوا كره يعني باليد، فكلهم الكرات كيمشيو كيكونوا هما السباقين. ربما كانت هذه فلسفه ديال وليد الركراكي، قال لهم خليهم هما السباقين، خليهم يلعبوا كره، حنا نركزوا على الدفاع باش نتفاهموا معاهم في ضربات الجزاء. ونجحت لي هذه المهمه، لان في ربما في 986 المغرب ما نجحتش ليه في مهمه، كانوا غاديين حتى هما كانوا غادي يبقاو كيديروا حتى كانوا باغيين يديو الفريق اللي يعني اللي كان ارتفاع الحراره كان هناك في المكسيكو، وكانوا ربما بغاو يرهقوهم المنتخب المغربي، كانوا بغاو يرهقوا المنتخب الالماني، ولكن ذاك لوتيو ماتيوس حتى الدقيقه 90 كان خطا في الجدار الدفاعي، واللي تسجل هدف على بادو الزكي. يعني كان هذاك من احسن يعني الحراس ايضا في كأس العالم وفي إسبانيا. فالمهم كل فترة وكل جيل له جيله وكل زمان له رجال ديالو. المهم اليوم الخطة نجحت وتقاتلوا على رجال باش تنجح، ويعني وداروا كل ما في الوسع ديالهم،
ويعني وحدوا من كل الخطورات الاختراقات ديال الفريق يعني الاسباني اللي كان بكل صراحه خطير، وكان يعني واحد كان كيدوز تمريرات قصيره بزاف، كيخلق المساحات وكيحاول يستخرج كرات، يعني واخا كيكون المساحات قلال ولكن حاول يباغت المدافعين المغاربه يعني بواحد بعض الكرات، ولكن ما نجحش لانها كانت واحد الاستماته فوق العاديه بالنسبه للاعبين المغاربه. وشكرا على هذا الفرح، شكرا جزيلا بزاف. وموعدنا ان شاء الله مع موعدنا ان شاء الله مع المقابله المقبله اللي غتكون 100% ضد البرتغال. ويعني اما بالنسبه لي يعني الحساد ولا الدول يعني اللي ما باغاش المغرب يعني يمر ويتاهل ربع النهائي ولا حتى النصف النهائي، فنقول لكم الحمد لله المغرب، الناس العابه ديال المغرب يعني كيتقاتلوا وكانوا رجال وكيلعبوا بقلوبهم، كما قال لي واحد الصديق كان قال لي انتوما فوتر ايكيب جو افيك لو كور، واش كيقولوا ليه. وكنت كندير واحد الاذاعه بالانجليزيه كنديه، قال في الماتش ديال المغرب وكندا اش قال لهم ذاك المذيع بالونجلي، قال لهم next، قال لهم the next team، قال لهم we're gonna play against Morocco، قال لهم gonna have a problem، قال لهم زعما الفريق، قال لهم الفريق اللي غيلعب ضد المغرب مقبلا، قال لهم كيف ما كان نوعه غيلقى مشاكل مع هذا الفريق المغربي، لانه فريق عتيد وقوي يعني ولا يعمل الاخطاء. ولحد الان الفريق الوحيد اللي دخل الشباك ديالو غير هدف واحد هو الفريق الوطني المغربي. فالبرازيل دخلوا ليها جوست الاهداف، فيعني هذا يدل على ان المغرب يعني الدفاع ديالو صلب جدا. ومبروك علينا هذا الفوز هذا، والسلام عليكم ورحمه الله.